في بعض اللاعبين انضموا للنادي الاهلي حديثا، انا متاكد ان كابتن صالح سليم لو كان عايش ما كانش هيرضى ابدا ان هم ينضموا للاهلي. ده وجهه نظر يعني يعني ووجهه نظر بعض الاهلاويه، ولكن عادل يتكلم عن ان ما ينفعش تبقى الغايه تبرر او يعني الوسيله. ولكن الواضح ان في بعض الامور بتتغير في النادي الاهلي في السنوات الاخيره، لان انا ما كنتش اتوقع ابدا بكل صراحه ان الاهلي بعد تعدي امام عاشور الواضح لفظيا على اساطيره انه يسمح له ان هو يعني ياخد شرف ان هو يلبس فانيلا الحمراء. طيب انا مسؤول عن تصرفات ابني اللي انا مربيه، لكن عندما يكون هناك شخص ما جاي من ثقافه اخرى، هذه الثقافه افرزت خطا كبير ندم عليه واعتذر اكثر من مره وهو مش عندك ولا كان على بال انه يجيلك، ماشي، يحاسب منذ دخوله النادي الاهلي بقيامنا احنا بقى. انا بربي ابني طول ما عندي في البيت، لكن واحد صاحب ابني تجرأ وشتم وبتاع وجه يا ممكن انا اسف وبتاع مش عارف ايه، وجاء وانا اعلم انه قد تغير، لا اديله فرصه. هي المساله مش مساله مراهقه فكريه، يعني اذا كنت الناس هتستغل ان النادي الاهلي له قيم ومبادئ انها تمرر اي حاجه، لا ما هي مش كده، الوضع مش كده. اخطا لان المناخ اللي كان فيه كان يسمح بهذا، اعتذر عنه وجاء الى مناخ لا لما كانش يسمح بهذا كان عوقب في مكانه، لم يعاقب. الناس لا خالص.